واخا وقت طويل وحنا تنتسناو في تزمامات، تنتسناو لعل وعسى تجي شي رحمة من عند الله. الأمل كان باقي عايش لداخل ديالنا ديما. الأمل في إمكانية يجي شي نهار ويطلق الله سراحنا. والخوف، الخوف أن هذا الأمل ديالنا يكون غير وهم عايشين عليه، وبالليلة وقتها قلب الله حل العساسة معانا، ولاو مبشوشين طالقين البشرة وظريفين معانا أكثر من القياس. ولينا صحاب كاع، ولينا خوت في الإسلام. ما كناش عارفين علاش، ولكن ياك المسامحة من أعظم الفضائل ديال الدين، ووصانا عليها الرسول عليه السلام. واحد النهار سمعناهم تيقولوا لينا: إلا كنتو غلطتوا في حقنا فاحنا مسامحين ليكم، وإلا كنا غلطنا حنا في حقكم فسمحوا لينا الله يرحم الوالدين. ياك حنا كاملين عسكر، ياك جمعتنا خدمة وحدة، ياك كاملين عرفنا المعنى ديال الأوامر اللي تيجيو من الفوق وشنو تيوقع إلا ما طبقاتش. راه كان كاع ممكن نكونوا حنا في بلاصتكم. هاد الهضرة سمعتها عند واحد من العساسة. أنا ما بقيت ساكت، جاوبته وقلت ليه: خصك تعرف باللي عمري نتبادل معاك بلاصتي، راه الأمل ما بقاش عندي في الدنيا، وهذا الشيء ما نبدلو بكنوز الدنيا كاملة. الامل والمستقبل والحياه الزوينه تيحلم بها بنادم اللي بنادم. اما حنا مع المحاين والعذاب اللي دوزنا هنا، واللي ما عندها حتى ساس وما عندها نهايه، فراه صبرنا مع هاد التقاده وما بقينا تنحلموا بتا حاجه. التزمامات كلها بقينا فيها حنا 7 ديال الناس، وكنا طايح علينا الضيم، وما بقيناش قادرين نفكروا في داكشي اللي هيقدر باقي يوقع لينا. حتى لواحد النهار جاو العساسة مع شروق الشمس، حلوا علينا وامرونا باش نجمعوا حوايجنا. بقينا مصدومين الصراحة، حالين فمنا تنقولوا مع راسنا: واقيلا راه تنحلموا ولا حماقينا، وحده من الجوج. وما كانوا لا طوموبيلات لا كاميونات لا حس لا حركة باش نقولوا راهم غيطلقوا سراحنا. شوية وقالوا لينا بشوية: راكم غادي تمشيو للبناية الأخرى. هذه كانت واحد الحاجة اللي مؤقتة وفال خير علينا الصراحة. أنا دماغي ما بقاش قادر يفكر في حتى شي حاجة، حتى إلا بغاو يديونا للعافية نمشي معاهم ليها. خرجونا، حلوا البيبان، وضرب النور ديال الشمس في عينينا. إحساس ديال الروايح الزوينة اللي في الطبيعة تنحسوا بها بحال إلا هجمت علينا. بقيت واقف دقايق حدا الباب تنعنق الضو ديال الشمس، وتنحس بجلدي تيتنمل عليا. حسيت بواحد الاحساس غريب. عرفتي شنو هي التنعم بالدفا ديال الشمس بعد سنوات طويله ديال الغموليه؟ كانت واحد اللحظه اللي زوينه بزاف. وحتى العساسه سبحان الله ولاو متفاهمين وضعنا، وتعاملوا واحد التعامل زوين معانا. خلاوني نتمتع بهاد اللحظات اللي الصراحه تنحس بها قليله في حياه الانسان. كانت اللحظه اللي تولد فيها هذا الراجل الشيباني من جديد، واحد اللحظة اللي تولدت فيها في هاد الدنيا بلا ما نخرج وانا تنغوت. كنا غاديين تنتمشاو متقلين بحوايجنا الموسخين، والامل ديالنا اننا نبقاو عايشين. الحواس ديالنا هاجت، تخلطوا علينا الاحاسيس. فرحة كبيرة كبيرة بزاف عمرنا حسينا بها. شي وحدين منا كانوا عارفين البناية الأخرى ومشاو تيجريو باش يوصلوا لدوك البلايص المزيانة فيها. الرفاق اللي في البناية الأخرى كانوا مترقبين فرحانين، حيت كاين منهم اللي ما شافناش وما شفناش هادي 20 عام، وكاين شي وحدين منهم عمرنا عرفناهم أصلا. كان واحد اللقاء زوين بزاف، حيت فارقنا بعضياتنا وحنا كنا مازال شبان، مازالنا الصغار، وها حنا هنتلاقاو من جديد وحنا شارفين. انا وعزيز الداودي وسكيبه كنا في واحد الحاله يرثى لها، واحد الحاله تشفي وتبكي العدو. وكان منا اللي تيبكي البحوره ديال الدم. وبداو صحابنا اللي كانوا في البنايه الثانيه
تيجودوا علينا بداك الخيرات اللي عندهم تما. واحد العالم طبقي حتى في تزمان مارت، عالم مقسم لجوج طبقات. تبقى اللي عندها كل شيء قلب المعتقل، وتبقى اسفل سافلين. وراكم عارفين شنو المعنى ديال لتحت اللي دوزنا تما. ولكن الناس في البنايه الثانيه الصراحه كرمونا، عطاونا الفانيد ديال الفيتامينات والدواء، وحتى طريفات ديال الصابون باش نقيو حالتنا. عطاونا حتى المرايه باش نشوفوا راسنا، وعرام ديال القش وديال الحوايج. ما تقدروش تخيلوا كيفاش حسيت. تنتخيل الدنيا تتلعب معايا. بزاف ديال الخير كاين في هذه البنايه الجديده. المعتقلين في البلاصه الاولى كانوا مكرفسين بزاف مساكن. في البنايه القديمه خلينا مورانا الخوت بوريكات، وبقينا مشوشين عليهم. شنو هيكون مصيرهم؟ وعلاش فرقوا بيناتنا؟ واش هادي يطلقوا سراحهم؟ واش يقدروا يكونوا تيوجدوا ليهم شي حاجه؟ راه الخوت بوريكات كانوا طرف منا، بحال الميلودي الصديق وغيره. في تزمان مارت ما بقاش الفرق بيناتنا. ما كاينش الفرق ما بين العساكريه في الكرادات، ما كاينش معنى لهذا من الفرقه ديال الطياره وهذا من المشاة، ولا هذا بيض وهذا كحل، ولا هذا مسلم وهذا نصراني. كلنا كنا واحد. الناس اللي جمعاتهم المعاناة والعذاب والخوف من المجهول. غادي نخرجوا؟ لا 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 لا، غادي يمشيو لديك البلاصه يشدوا علينا عاوتاني تما غنبقاو. انا سمعت باللي هادي يقتلونا، ما غاديش نبقاو عايشين. الشائعات وكثرة القيل والقال وكاع داك الشيء اللي كان تيدور في راسنا بدا تيوضح، وبدات تتبان لينا في التالي ديال هاد الطريق شنو نقدروا نلقاو. كنت ديك الساعه جنب البنيقه ديال المرزوقي صاحبي، والسيد اللي قرا معايا في نفس الفوج، وتلاقيت حتى صاحبي الشاوي. الحراس خلاو البيبان ديال البنيقات ديالهم محلوله. اكيد جاتهم الاوامر باش يديروا هذا الشيء، وبداو تيعطيونا ماكله زوينه. واخا الصراحه ما كانت حتى شي علامه تتقول باللي راه حنا قرابين نخرجوا. كان ممكن في اي لحظه يتراجعوا على هذه الفكره. كنت نحس براسي مقسوم على جوج، وما قادرش نفكر في المستقبل. في العاده ملي تيوقعوا شي حوايج كبيره في الحياه، شي حوايج كبيره بزاف بحال هذه، تتلقى الناس متفائلين مترقبين، تيحاولوا يخمنوا ويعرفوا شنو ممكن يوقع. اما انا ما درت حتى حاجه من هذا الشيء. كنت معلق بالحاضر اللي تنعيش في ديك اللحظه، بحال شي واحد معلق بشي قشه وسط بحر هايج وباغيها تنقدو. تكون زعما الحكمه والنيه اللي فيا اللي تدير هذا الشيء. زعما نكون وليت واحد الانسان حكيم، ولا قوه الخوف هي اللي تدير هكذا؟ الصراحه ما عرفتش. كان الشعار ديالي هو تسنى وشوف شنو هيوقع. هذا الشعار كان تيعفيني باش ما نجاوبش على بزاف ديال المسوالات، وربما كان تيخليني بعيد على شي اجوبه اللي خايبين. وكيف عوايدهم جاو الحراس زربوا علينا، ما خلاوناش حتى نفكروا علاش. قالوا لينا هادي نردوا لكم حوايجكم القدام، وهادي تلبسوهم، وهادي تحركوا معنا للعماره القديمه فين كنا ساكنين في الاول، ونسدوا عليكم تما. الصراحه حنا ما لقينا حتى كلمه نجاوبوهم بها. كانت مفاجاه، ولكن واحد المفاجاه اللي بسيطه مقارنه بداك الشيء اللي دوزنا في السنين اللي فاتوا. عطيت لهم داك الشيء اللي بقى من شراوطي، وفي قلبي واحد الغصه كبيره، وروحي مشتته. وقبل ما يسالي النهار لقينا راسنا واقفين حدا البنيقات ديالنا من جديد، بحال اول نهار جينا فيه لهنا، اللي كانت باقي فيه، كنا باقيين فيه شباب، وكانت باقيه فيه الصحه. غير دابا ولات عندنا اوهام صغيره بدل ديك الاحلام الكبيره اللي كانت عندنا نهار الاول. وفي شهر 9 عام 1991 جاو بزاف ديال العساكريه، جاو بزاف ديال المخزن بلا ما تعلمنا دوك الطيور اللي كنا تنعتقدوا باللي تجيب لينا الخبارات.
جاو في تالي الليل بالكاميونات، تنسمعوا الصوت مجهد ديال الحديد جاي، ولكن بلا حس ديال الجري ولا شي فوضى كاينه برا. كانت باينه باللي شي مسؤول كبير جاي يزورنا، وما كانش عندي الشك باللي هيكون هو العقيد الدموي في الظل. دخلوا العساسه وبداو يخرجوا فينا واحد مورا الاخر، وفي الكولوار وقفوا جوج ديال الجندارم بالكسوه ديالهم، تيسدوا لينا يدينا بالمينوط، وتيديروها مور ظهرنا، وتيسدوا لينا عينينا بباندات كحل. من بعد ما تيسدوا لينا علينا كانوا تيزيدونا وتنبقاو غاديين تنتمشاو معاهم حتى تنوصلوا لواحد البلاصه، تيقبطونا جوج ديال الجدربيه واحد اخرين من كتافنا حتى تيطلعونا للكاميونات. كانت واحد الحفله ديال الرعب، الابطال ديالها مصاصين دماء في اللباس ديال مقاتلين. ومنين جات نوبتي قلت للجندارم اللي كانوا جاريني راه ما نقدرش نسافر وانا مينوط ويدي مور ظهري. واحد اللحظه هما يوقفوا ووقفت معاهم، تنحس بواحد تيطلع وتينزل فيا تيشوف واش بصح قادر نتمشى ولا لا. انا في الصراحه كنت باين تنتمشى مطوي، ظهري مقوس وما قادرش نقاد الوقفه. صاحبو كان خدا شي اشاره من عند الشاف الكبير وقال له دير له المينوط على يديه القدام. انا فرحت بهذا الانتصار، فرحت بهذا الشيء اللي حققت، وما كنتش عارف وما كناش عارفين داك الشيء اللي كان تيتسنانا لهيه. جلست فوق الكرسي ديال الحديد في الكاميو متكي على قطبان ديال الحديد عاطيهم بظهري، وكانت هذيك الليله هي اطول واصعب ليله في حياتي، حيت ما جا فيني يدير مارش وتحركنا حتى بدا العذاب. الكاميو مع الحفاري اللي كاينين في الطريق والطريق ما مسقماش كان تيبقى يدير داك السكوت، وانا كنت تنتهز وتنتحط وما قادرش نتحمل هذاك الاحتكاك ديال العضلات ديالي ولا نقولوا ديك العظومات اللي بقى فيا مع الحديدات اللي كاينين في الكاميو. الكراسه كلهم حديد وظهري حتى هو عاطي للحديد، وما كانش عندي شي حوايج اللي يقدروا يخفوا شويه من داك الاحتكاك. وكان هذا العذاب تيدوبل على الهيكل العظمي، على داك السكوليت اللي بقى فيا منين تدخلوا في دوك الطرقان اللي محفرين. كل حفره كانت تدير واحد الحريق تيدور على كل بلاصه في عظامي، وكنت حابس هذا الشيء ما قادرش نغوت ولا نتوجع ولا نبكي. الكاميو كان بالنسبه لي بحال شي سبع تيفترسني وانا ما قادر ندير حتى حاجه. واحد الاله مفتوحه على العذاب، مفتوحه على الجحيم. دماغي وقف وتخلطوا عليا الافكار والمشاعر وشدتني الدوخه ووصلت فيا العظم ديال بصح. كنت تنتضرع لله وتنتألم وتنخبي هاد الشيء حتى الجندار، وعارف باللي هاد الماكينه حتى واحد ما غادي يقدر يوقفها حتى توصل فين باغا توصل. طوالت طريقنا ليله كامله حتى وقفنا في الصباح في البلاصه اللي بدا منها كل شيء. وصلنا لمدرسه اهل ممو اللي تحولات لواحد السبيطار ديال المحابسيه لهذا الغرض. وقف الكاميو وكان نهار طلع والشمس حاره. انا كنت فرحان حيت اخيرا كملنا داك الطريق ديال الشوك، ولا بامكاني ناخذ الصراحه ونفرح بهذه اللحظه كما تيفرح الانسان اللي تيتعذب منين تيتوقف الجلاد في لحظه الاستراحه على الضرب. وقفوني جوج ديال الركايبيه ونزلوني من الكاميو، ولكن ما قديتش نوقف ونتمشى على رجلي. واحد من العساسه دخل يدو تحت باطي وجرني، دوزنا من شي بارير وطلعنا في واحد الدروج حتى وصلني لبلاصتي الجديده. ذاتي كلها كانت تضرني. حيد ليا الجندار من المينوط وقال لي بلي غادي ندوزو واحد الباب، وفعلا دخلنا حتى حطني فوق واحد السرير. حسيت بحال الا طحت من الطابق الثالث فوق ديك الناموسيه. جاني واحد الاحساس غريب بحال الا نقز بالباراشوت اول مره. حسيت راسي غرقت، وشويه بشويه بديت تنحس براسي تنتقاد فوق الفراش.
جا دارمي حيد عليا داك الشرويطه اللي مغمضه عيني. لقيت راسي في واحد القاعه كبيره نقيه وبيضه وفيها الضوء. جلست فوق واحد السرير، السداري ديال بصح رطب، وبقوة الرطوبية اللي فيه حسيت براسي بحال الا غادي نخلي فيه شي حفرة. ومنين العساسة مشاو بحالهم حسيت بعيني تتغمض بقوة العيا، واخا الحواس ديالي كانت فايقة ومقابل كل شيء شنو تيوقع جنبي. تتنعم بالهواء النقي والضوء الابيض، تنشوف الحمام والباب كل شيء تيشعل، تنشوف الشراجم كبار وبلا شباك. عطاونا الماكله وما عندها حتى علاقه بداك الشيء اللي كانوا تيعطيونا في تزمامات. عطاونا واحد البوفتيك مقلي وشويه ديال المرقه والصبه خاتره وخبز تيبان مذهب وتفاحه ودانون. خلاونا ندوشو بالصابون، الصابون اللي المفعول ديالو كان احسن من كاع دوك الدوايات اللي عطاونا. حسيت راسي انسان جديد، غسلت كاع الخوف والعذاب اللي دوزت في السنين اللي فاتوا. داروا بيا واحد المجموعه كبيره ديال الطباء، اطباء من كاع التخصصات. ما جاوش باش يداويونا جاو باش يرقعونا باش نبانو مزيان الا شافونا الناس منين يطلقوا سراحنا. جاو باش يقادوا المظهر ديالنا في واحد البلاد ما فيهاش شي حاجه من غير المظاهر. جابوا لينا حتى طبيب السنان، شي وحدين منا كانوا طاحوا ليهم سنانهم كلهم، وكانت نيت الفرصه باش نخرج من الغرفه ديالي. الطبيب ديال السنان كان في واحد الطوموبيل كبيره واقفه وسط الساحه ديال مدرسه امو. ديك الساحه كانت مطوقه بالطوموبيلات، دايرين بها الطوموبيلات العاديه والكاميونات ديال العسكر، وما تتخليك تشوف حتى حاجه على برا باش ما نعرفوش بالضبط البلاصه اللي كنا فيها، وحتى باش يغطيو على اي برقاق يقدر يجي من برا. حسيت احساس غريب وانا تنشوف الجبل عامر بالثلج والشمس الزوينه ديال الربيع. حسيت باللي راحنا في شي كوكب واحد اخر من غير الارض. ولكن الشوفات ديال الجندارم ردوني لبلاصتي، تيشوفوا فيا بحال شي حيوان غريب، بحال شي ديكور ديال شي واحد جاي من زمان بعيد. العياده اللي كانت في ديك الطوموبيل كانت تتبري بحالها بحال الطبيب اللي كان فيها، كل شيء نقي. الطبيب كان تيدوز لي وانا تنشوف في يديه بحال شي حمق يديه ضفارو مقطعين مقادين نقيين، جلدو تيبري بقوة النقاوة. كان يهضر معايا وانا ساهي فيه، كاع ما كاين في هذا العالم. حتى حسيت بجوج يدين ضربوا على كتافي، وسمعت واحد الصوت تيقول لي على سلامتك سالات الحصة. شوية وانا نهز راسي، شفت قبالتي، بقيت مجمد في بلاصتي تنقلب في عينيا، تنمشي اليمين واليسار بعويناتي، تنشوف دوك العينين الداخلين اللي تيشوفوا فيا ديال من هاد العيون. ومنين جاو تنقول لا وهذا هو الحماق، تنقول لا وقيل هذا هو الحماق بعينيه. وبقيت تنشوف في الوجه ديال هاد الشارف اللي لقيت صعوبة كبيرة باش نعرفه، صعوبة كبيرة باش نتقبله. هاد الشارف كان هو أنا. رجعت للبيت وما قدرتش نحيد من قبالتي ديك الصورة ديال داك الإنسان اللي شفت في المراية. ما قدرتش نبعد عليا صورة داك السعاي ولا داك الحمق، الصورة اللي بقات لاصقة في عيني سنوات بعد هاد الشيء، ومازال حتى لهاد النهار لاصقة في عقلي. دوزت ديك الفترة وانا هي تنشوف وتنسمع للناس بلا ما نقول حتى كلمة، خصوصا مع شي مسؤولين كانوا طامعين يتبراو ويصفيو ذمتهم وتيتظاهروا باللي راهم مهتمين بيا. ناس قباح تيبينوا التعاطف والمسامحة. كنت تنطلع فيهم وتنهبط بلا ما نجاوبهم على السؤالات ديالهم، كنت تنخليهم خايفين من ردة الفعل ديالي، وما كان عندي نيت ما ندير بالشفقة ديالهم. جا النهار الموعود، سيمانة قبل منه كانت الإدارة ديال تزمامات علنات على الخروج ديال واحد العدد ديال صحابنا اللي كانت حاضية مزيان باش يبقاو مستورين. المسؤولين كانوا عارفين باللي الصحافة غادي يكونوا تيتسناونا منين غنخرجوا، داكشي علاش خرجونا في مجموعات صغيرة وبداو بهادوك اللي الحالة ديالهم تتبان مقادة شوية. ومنين جات نوبتي جا عندي في الضول ومعاه الطبيب، قال لي باللي الملك عفا عليا وشملني
بالعطف ديالو الكبير، وخصني نبقى ممتن ليه بهذا الشيء حياتي كامله. وهذا الشيء علاش ما خصنيش نهضر مع حتى شي صحافي ولا نعطي شي استجواب ولا نتكلم مع شي واحد في هذا الموضوع. حنيت راسي وبقيت نسمع لهضرته في تواضع، بحال اكثر واحد في الرعيه ديال سيدي. كنت بحال الشاف ديالهم في الخضوع والطاعه. كان التفكير ديالي انا في ديك اللحظه انني ما باغيش نرجع للعذاب اللي داز عليا في تزمان مارس. ومنين سالا من هضرته قلت ليه باللي راني ما نقدرش نسافر مازال في الكاميو، وكيفاش هذه تكون حالتي منين هنوصل. قنعتو باللي راه ما نقدرش نوقف ونسلم على عائلتي والناس اللي هيكونوا جاو تيتسناوني. هضرتي كانت في الصميم، والمسؤول في ديك البلاصه دار وهضر في هذا الشيء مع الطبيب. بان لي باللي الطبيب كان نفس الراي ديالو مع ديالي، وبقاو واقفين تيفكروا كيفاش يديروا. بقاو تيفكروا ولكن الوقت ما كاينش، وانا كان جوابي واجد على هذا الشيء. حيت شهرين في هادي وانا جالس تندور هذا الشيء في دماغي مزيان وتنفكر كيفاش ندير له. ودرت لجهه الطبيب وقلت ليه خلي لي شي بونجان نتكا عليها في الطريق. وفي البلاصه وافق، والحمد لله تجنبت 600 كيلومتر ديال العذاب الزايد. دازت الرحله كما كنت متوقع عليها، وهاد المره حسيت براسي جات معايا الباندا اللي على عيني، وحتى المينوط اللي في يدي. كنت تنتكا على واحد الجنب حتى تنشبع، وتنتقلب على الجنب الثاني حتى تنشبع فيه نعس. وما جينا فين نوصلوا لقياده الاركان ديال الدرك في مراكش حتى كنت رتحت عظامي. ومن تما داتني الطوموبيل من المركز الاداري للحومه فين كنت ساكن، الحومه فين كانت ساكنه الوالده. وتما لقيت القايد وجماعته تيتسناوني، وقال لي نفس الهضره اللي قال لي في الدول، غير هاد المره نيت كانوا طلقوا سراحي. انا بقيت غير تنطلع ونهبط فيه بعيني بلا ما نقول له حتى حاجه. حسيت بيه تحرج وبغى يدخل في بلاصتو، خليته يحس بداك الاحساس، داك الاحساس اللي عشتو وبسبب هذا الدراكي وبسبب هذا القايد بزاف ديال المرات في السنوات العشرين اللي فاتوا. القايد عطى اشاره بوجهه للدرك الجندارم، ودخلوا عندي جوج ديال الناس. عرفت الاول كان خويا عبد الله، واحد السيده واحده اخرى قالت لي باللي هي اختي الصغيره الهام اللي كانت عندها 15 عام منين تعتقلت. ومنين جيت خارج من المكتب شفت واحد من الجندارم واقف في الباب. حطيت المونطو اللي كنت لابسه مديته ليه وقلت له هذا ديالكم.